عليا الطلب ما انت ماشي. عايز تبقى كلب جنيه؟ خليك زي جزء من السعادة في الغربة. كلام البعض السعادة في الغربة لما الكفيل يطلب منك مراتك ما تبقاش تديها له عشان الجنيه. في جزء من السعادة لو الكفيل قال لهم هاتوا ستاتكم اخدها لفه ما بيدخروش كل ده عشان الجنيه. مفيش غير السعاده اخد على جفاهم ترند، وانا باذن الله بوعدك ان احنا نخليك ترند. قال له الغلط في بلدك يا جحا، قال لهم ماليش دعوه طول ما بعيد عن منطقتي ماشي. بعد شويه قال له الغلط في منطقتك يا جحا، قال له ماليش دعوه طول ما بعيد عن بيتي ماشي. اخر مره رجع قال له الغلط في بيتك يا جحا، قال له طول ما بعيد عن طيري ماشي. لو انت فضلت تقول انا ماليش دعوه وتتفرج وتسكت الغلط هيوصل بيتك. لما بتشوف واحده تغلط في الصعايده وتسبهم وتسب شرفهم وتسب غيبتهم وغربتهم وتسكت، الدور هيجي عليك لا محال، كده هيجي عليك. وقت ما تلاقي حاجه زي كده لازم ترد ويبقى عندك رد ايجابي، رد ببلاغ، رد بشير لفيديو، رد بكومنت ترد فيه على الكلام ده، ولكن ما تسكتش. سكوتك في الوقت ده مش هو الصح. واحده مش عايز اغلط فيها عشان ربايتنا مش ربايتها لهنا ما تربت، اسمها سمر ابو هشيمه. دي مذيعه فاشله، اقل ما يقال عنها ان هي فاشله. كانت في قناه برضه فاشله، عملت برنامج فاشل، حاولت تنجح في التلفزيون ما عرفتش، حاولت تنجح في السوشيال ميديا برضه ما عرفتش. فقالت لك بس مفيش غير السعاده اخد على جفاهم ترند، اطلع اشتمهم وهم يطلع يردوا عليا وابقى ترند. وانا باذن الله بوعدك ان احنا نخليك ترند ان شاء الله. وعد مني ومن كل الناس اللي في الصفحه، احنا نخلوك ترند باذن الله. وانت محطوطه في ايدك الكلبشات وداخله للمحكمه تتحاسبي على الاساءه والتنمر والكلام الوسخ اللي انت قلتيه على الصعايده. دي بتقول ايه؟ اسمعوا معايا. عايز تبقى كلب جنيه؟ خليك زي جزء من السعاده في الغربه. بايعين السمع عشان الفلوس والكفيل ممرمط ابوهم هناك. طبعا هي تقريبا معاها مشكله مع جزء من السعاده، جزء من السعاده عمل معاها الغلط، فهي طالعه جزء من السعاده. انا نفسي افهم الجزء ده عمل معاك ايه جد. يعني حلك الوحيد انك تقول لنا الجزء ده عمل معايا كذا، فاحنا ممكن نجيب لك حقك، لكن انا عارف الجماعه دول اللي بيبقوا هناك في الغربه عارفهم بيعملوا ايه هنا. في جزء من السعاده لو الكفيل قال لهم هاتوا ستاتكم اخدها لفه وما بيدخروش كل ده عشان الجنيه. بتقول ان الناس المتغربه الكفيل بتاعه لو قال له هات مرتك او هات بنتك اخدها لفه بيديها له عشان خاطر الفلوس. وبتحدد انها تتكلم عن الناس الصعايده. انا مش عايز اغلط، ولكن يا مش محترمه، هو لو هيسرح مرته ولا يشغل مرته وبنته مش محتاج يروح يشرب المرار وياكل ويسف التراب هناك عشان خاطر ياكلها بالحلال وياكل مرته وبنته معززين مكرمين قاعدين في البيت متصانين مش زيك. لا تغلط في خلق الله. هو رايح يشقى بالحلال عشان خاطر ياكلهم بالحلال وهم مستورين في بيتهم، فتيجي انت واحده زيك تغلط فيهم وتقل ستر وستر بيته. ايه كنتك انت؟ باذن الله قريبا ان شاء الله هنشوف ايدك الكلبشات. ودلوقتي هنشوف الشيخه سمر هي وعامله الشيخه. جزء من السعاده اللي كسرين حلفان الطلاق. عليا الطلاق ما انت ماشي، عليا الطلاق من بيتنا انت مش عارفه ايه، عليا الطلاق بالثلاثه محرم عليا زي ام اختي، عليا الطلاق وانت ما انتش راجل اصلا. لان ربنا قال ما تحلفش بالطلاق، ولو حلفت بيه كتير مراتك محرمه عليك وعايش معاها في الحرام، ما تعملش فيها 7 رجاله في بعض وانت ولا حاجه. طب مالك انت ومال الدين؟ هي تعرفيه انت عن الربايه الاول عشان تطلع تتكلم عن الدين. خليك في حالك، الله يصلح حالك وحالنا. عايزين نقسم الصعيد الى اجزاء، عايزين نسميه الهلاسين او اللي مش كويسين او اللي مش رجاله، المهم اي حاجه غير كلمه صعيد. وفي الاخر جايه دي عايزه تقسم الصعيد اجزاء. الصعيد لا عمره اتقسم ولا عمره هيتقسم يا. وزي ما وعدتك باذن الله هنستناكي قريبا في المحكمه والقانون بياخد مجراه معاكي انت كل اللي زيك. وافتكري مفيش واحد قبلك طلع عساء للصعايده الا وخد بالجزمه على راسه، وباذن الله الجزمه مستنيه راسك.